قال رجل إنه في أحد الأيام أغضبني جمل من الجمال التي أربيها، ولم يكن في ذلك اليوم مطيعا، وقمت بتأديبه وإهانته وضربه حتى سقط على الأرض. وبعد ذلك أخذت قليلا من البعر وقمت بفركه ودعكه في أنفه، ثم بعد ذلك أصبح الجمل مطيعا جدا عدة أيام، وكنت أتعامل معه بحذر ولا أغفل عنه. وفي إحدى الليالي كنت جالسا أمام منزلي أنا وبعض الأصحاب، فقال لي أحدهم وكان من ذوي الخبرة في تربية الجمال: يا صديقي، بعيرك الليلة تصرفاته غريبة ولا تبشر بخير، أراه كل فترة ينظر إليك عندما تخرج من المنزل أو عندما تدخل إليه. يا صديقي، خذ حذرك وانتبه لنفسك منه. قلت له: جزاك الله خيرا، وإن شاء الله سأخذ حذري منه. بعدها جهزت فراشي للنوم، وكنت أنام أمام المنزل، ومن غير ما يشعر البعير قمت بوضع مسند في مكان نومي ووضعت عليه الغطاء، ثم تسللت إلى المنزل وصعدت إلى السطح لكي أراقبه ماذا سيفعل. بعدها شاهدته وهو يتوجه إلى الفراش الذي يعتقد أنني نائم فيه، وقد كان يمشي بخفة كي لا يحدث أي صوت، وكأنه رجل يريد أن ينقض على صيده. وبسرعة البرق انقض على فراشي وبرك عليه وأخذ يدوسه بمقدمة صدره ويمزقه بأنيابه. يقول الرجل: ولما هم البعير بترك الفراش ناديت عليه، فلما شاهدني أخذ يلف ويدور مكانه ثم سقط على الأرض من شدة القهر. وفي الصباح وجدته قد فارق الحياة ولم يتحرك من مكانه. ثم دعوت بعض أصحابي وقصصت لهم القصة، وبعد ذلك قمنا بفتح صدره. أقسم الرجل أنهم بعد فتحهم لصدره وجدوا قلبه قد انفجر من شدة الغيظ. رباط استيقافنا: هذا حيوان، فما بالكم والإنسان المقهور المظلوم، أو شعب يضطهد ويجوع ويقتل ويسلب حقه. مع السلامة.